رسالة مني لكل حما. مرات ابنك مش جاية تخطف ابنك منك ولا حاجة. مرات ابنك بتبدأ حياة جديدة زي ما انت ما خدتي راجل من أمه وعشتي حياتك. حبي مرات ابنك من قلبك، حبيها بجد. اتعاملي إن ربنا رزقك ببنت جديدة، عامليها زي بنتك واتقي الله فيها. ما تدوريش على خدمتها ليكي، هي ربنا ما أمرهاش بده. لو عملته فهو تفضل منها وكتر ألف خيرها، ولو ما عملتوش هي مش ملزمة ومش سبب يخليكي تقلبي وتزعلي منها وتبطلي تحبيها. انت لما هتعامليها زي بنتك من قلبك هتلاقيها بتعاملك زي أمها من قلبها. بلاش تصنع الود في المعاملات لأنه بيبان جدا وبيتحس. اللي في القلب بيتحس مهما حاولتي. بين القلب والقلب رسول. الأصل في الموضوع نصفي بس النية ونحب من قلبنا بجد. ما تغيريش على ابنك منها، حقها عليه يدلعها ويخرجها ويصفرها ويعاملها معاملة محترمة. لما ابنك بيحترم مراته ده اسمه احترام منه ورجولة، مش معناه انه جوز الست ولا معناه انها ممشياه. بلاش المفاهيم تختلط عندكم. لو عملت كده حبك هيوصل لها بردود أفعالك. اوعي تفتكر ان اللي في قلبك ما بيبانش، كل حاجة بتبان من أصغر التفاصيل اللي ممكن ما تبقيش انت نفسك واخدة بالك منها. بيبان في ردود الأفعال، في الوش وتعبيراته. هيبان بتفرحي لها ولا العكس. خليكي أم تانية ليها، هتلاقيها بنت من بناتك وهتلاقي منها كل الخير والحب. ده لو هي سوية ومتربية وبنت ناس. واختاروا دايما لأولادكم ولاد الناس وعاملوهم بما يرضي الله.